فرصة جول خامس. زهير المترجي ينهي بالخامس. مشاهدينا الكرام، ما هو قرارك يا باملاك؟ هل يحرم الوداد من هدف الخامس؟ نعم، هذه الإعادة مجددا لوجود وضعية تسلل. اللقطة سليمة، لا أعرف أين هو الخطأ. هدف مشروع لفريق الوداد الرياضي. شوف الإعادة هنا، الاصطدام العفوي بين المدافع وكذلك حارس المرمى. لا يوجد أي خطأ من زهير المترجي. زهير استفاد من هذا الاصطدام العفوي، وبالتالي زهير حط في المرمى. هدف مشروع لفريق. احتسب الهدف أم لا؟ لأن الصورة غير واضحة تماما. هل احتسب الهدف أم لا؟ عموما هل التقدير السيء في الإعلان عن التسلل؟ لست أدري ما هو سبب رفض هذا الهدف. عموما سنتابع القرار النهائي لباملاك. التسيما إن كان سيقر بمشروعية الهدف أم سيلغيه بداعي وجود وضعية تسلل في الكرة الماضية. عموما سننتظر. بينما هنا الاصطدام بين لم يلمسهما تماما زهير المترجي، فقط هو استفاد من هذا الحوار ومن هذا الاصطدام العفوي بين اسوكو والحارس السنغالي ندياي. في نهاية المطاف المترجي وضع في المرمى. سلامات ان شاء الله، لان ربما الامر يدعو للقلق هنا. الكل يحط يده على راسه. ربما الوضع مقلق بالنسبة للاعبي الهروية في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، نتمنى السلامة والعافية لكل لاعبي نادي هرويا في هذه اللحظات. يعيش مع هذه اللحظة ويتضامن مع لاعبي نادي هرويا في هذه اللحظات. شوف هنا حارس المرمى اللي واضح عليه التأثر بسبب هذا الاصطدام الذي وقع بين المدافع وكذلك حارس المرمى في هذه اللحظات. هذا هو المدافع اسوكو. يتمنى ويدعو أن تكون الأمور سليمة بالنسبة لحارس المرمى، ونتمنى إن شاء الله أن تكون سليمة. كل هذا الاصطدام الذي وقع بين اسوكو والحارس ندياي. العلاج الآن يتم إخراجه ونقله فعلا إلى أحد المستشفيات هنا في العاصمة الرباط، لأن الضرورة تستدعي ذلك، وواضح بأن الإصابة خطيرة. إن شاء الله الأمور تكون سليمة. إن شاء الله البعثة الغينية والوفد الغيني يطمئن، وحتى الجماهير المغربية اللي كلها وقفت نعم وتعبر عن تضامنها مع حارس المرمى ندياي الذي